ازيكم، ايه الاخبار؟ معاكم هاني مجدي. جيت امريكا هنا بقالي 6 شهور. جيت من شهر 7 اللي فات. كنت حابب ان انا اشارككم تجربتي، اشارككم إيه اللي موجود هنا في امريكا بشكل عام، بس بعيني انا. يعني طبعا ناس كتيرة اتكلمت على امريكا والزيارة لامريكا وكده، بس شايف ان كل واحد ليه طريقته، ليه خبرته، ان هو شاف البلد ازاي بعينه هو. يعني حابب ان احنا نكون اسرة مع بعضينا، أسرة مع بعضينا. نشارك بعض أي أسئلة، أي حاجة، وهنرد مع بعض على الأسئلة. لما جات لنا الهجرة احنا جايين يعني أمريكا لوتري وهجرة، ناس عادية خالص يعني، زي ناس كتيرة في مصر سافرت بالهجرة. كان أول حاجة، أول بس مخاوف إن أنا يعني في السفر وفي الهجرة وفي الإجراءات والكلام ده كله في المطار كمان، إني حاسس إن أنا هرجع مش عارف ليه. يعني حاسس إني في حاجة ناقصة في ورقي، في مشكلة عندي مثلا في ترجمة ورقة معينة أو ورق ناقص. يعني عايز أقول لكم موقف كده بس بسيط في الأول. إني لما كنا في المطار في مصر قبل ما نيجي هنا، الموظفة فتحت الجواز السفر، فلقيت إني أنا طبعا مخلص جيش ومخلص جامعة وكمان سافرت بعد أصلا بعدها بعد الجيش الكويت وراجع. يعني جواز سفري كان مش أول بلد أسافرها. المهم يعني، بس هي شافت كده فقالت لي عايزة ش- شهادة الجيش بتاعتك. تمام. برغم ان انا مجهز ورقي كله والدنيا تمام، قعدت انا ومراتي ندور على شهادة الجيش دي اكتر من تلت ساعة، ولحد ما شكيت ايه يا جماعة، وانا هرجع تاني كل ده اضرب مشوار عشان خاطر اجيب شهادة الجيش؟ بس طبعا في الاخر لقيناها وعدينا والدنيا تمام. بس دي من ضمن الحاجات يعني. وكنت حاسس اني حتى لو عديت من مطار مصر لهنا وسافرت، هيجيبونا بقى احنا في مطار امريكا ويرجعونا تاني. ده كان احساس من جوايا اني في ورق ناقص او في ختم مش موجود او حاجه كده في التصريحات والورق. حطينا الشنط والدنيا تمام والسلام والترحيب والكلام ده كله، قلنا ننزل نبص على البلد، وكان الوقت ليل. فكان اول صدمه بقى انا بالنسبه لي، محدش قال لي الكلام ده، ان امريكا بالليل ضلمه خالص، ضلمه ضلمه يعني كأن مثلا نور قاطع. فلما ركبنا انا عمال اقول ايه ده يا ربي، هو المنطقه اللي الناس اللي قاعده فيها يعني هم اهلي مثلا هي ضلمه كده؟ طب بنعدي شوارع واتنين وخمسة وعشرة مفيش ده. وانا بسأله طب يا جماعة ليه النور قطع كده ولا الدنيا ضلمة؟ هم قالوا كده، قالوا ان امريكا كلها كده للاسف. وكان دي الصدمة اللي هو ايه ده، واحنا مش مش هنشوف النور تاني ولا ايه؟ فكان الناس هناك ماشية بالعربيات بالكشافات وشغالة الإضاءة والفوانيس، وهو متعود على ده. يعني دي مش حاجة غريبة بالنسبة له. يعني أنا كنت متوقع إن أمريكا بس كنور. أنا دايما شايف إن أمريكا زي شوارع نيويورك كلها المفروض كده. أنا رحت نيويورك وهقول لكم تجربتي في فيديو تاني، بس بقول لكم كنت متوقع أمريكا كلها كده. لا، هي أمريكا كلها ضلمة ضلمة. ده كده كان فيديو بسيط، بس يعني حبيت أقول لكم أول حاجة، والفيديو اللي جاي إن شاء الله هقول لكم برضو تجربتي